يا ترى هيتم الصلح بين الكابتن محمود الخطيب والمستشار تركي آل الشيخ قريب؟ الأخبار دي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت بعد إعلان النادي الأهلي مشاركته في مباراة اعتزال اللاعب خالد مسعد. طيب تعالوا مع بعض نعرف كده، هل ممكن يتم الصلح بين الخطيب وتركي آل الشيخ؟ فاكرين جملة رجع الساعات الخطيب اللي كان بيرددها مرتضى منصور وجمهور الزمالك؟ الوقت ده كان تركي آل الشيخ بيدعم فيه الزمالك علشان خاطر يكيد بيه الأهلي، زيادة على انه اشترى نادي بيراميدز اللي هو كان اسمه الاسيوطي سابقا، واسس كيان يكون منافس للاهلي في البطولات ودعمه بفلوس واعلام وغيره وغيره. تركي آل الشيخ لما النادي الاهلي اداله الرئاسه الشرفيه حاول ان هو يتدخل في النادي الاهلي بشكل فج، لكن الاهلي حب يقفل الباب ده لان النادي الاهلي منظومه ومؤسسه قويه من زمان. البدايه لما مستشار تركي آل الشيخ اخذ لقب الرئاسه الشرفيه للنادي الاهلي بعد تولي الكابتن الخطيب رئاسه النادي، وبدا تركي يساعد النادي ويدعم في الصفقات وحاول ان هو ينظم ماتش اعتزال حسام عاشور بين الاهلي ونادي الميرال الاسباني اللي هو بيملكه. بدأت الأزمة بالتراشق اللفظي بينه وبين محمد سراج الدين على فيسبوك بعد محاولاته في التدخل في قرارات النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي اجتمع سريعا وطلع 5 قرارات أبعدت تركي عن المشهد تماما، وهي رفع اسمه من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، مخاطبة وزير الرياضة بطلب الحصول على موافقة إعادة كل ما قدمه تركي آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزنة النادي، بالإضافة إلى أنه قبل اعتذار محمد سراج الدين وتخلى الأهلي عن كل القرارات اللي طلعت بخصوص حسام عاشور. وبكده النادي الأهلي قفل الباب تماما أداء أمام تركي آل الشيخ، ولكن نقدر نقول إن لو تم الصلح بين الأهلي وبين تركي آل الشيخ فهيكون على أساس سياسي فقط.